اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنقول حاجات لازم نعملها قبل ما السنه الجديده تبدا. طبعا كلنا عارفين ان لسه 10 ايام بس على بدايه السنه الجديده، ففي غلطه كلنا بنقع فيها، وهي ان احنا بنبدا نعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها من واحد واحد في الشهر الجديد. فاحنا المره دي هنعمل حاجه مختلفه قريتها في كتاب، وهي انك العادات اللي عايز تاخدها للسنه الجديده تعملها قبلها ب10 ايام، بحيث انك تكون اتعودت عليها، ما تفاجئش نفسك مره واحده في بدايه السنه. اول حاجه وهي يا جماعه ان احنا لازم نتعلم لغه. مهما رحنا او جينا الانجليش مهم، واي لغه في الدنيا مهمه، بس طبعا مش باهميه الانجليش. فلو عايزين مني نصيحه، انا الايام دي بتعلم على ذا امريكان انجليش، وهو ابلكيشن فور فري. هو الميزه اللي فيه بالنسبه لي ان هو مسلي، ان انا بعدي مرحله وبيعمل لي شبه تيست كده، فهو بصراحه حلو جدا ومسلي قوي قوي. تاني حاجه وهي كلنا ما بناخدش بالنا منها، وهي ان احنا ما تقولش اهدافك لحد. ما تقولش لحد انك عاوز تعمل ايه، ما تقولش لحد ان انت حاطط اهداف كذا كذا. بعيدا عن موضوع الحسد، وبعيدا عن حديث سيدنا محمد استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان، انا قريت الحاجه دي في كتاب، وهي ان عقلك الباطن بيقتنع ان انت عملت الحاجه دي فعلا. فالدوبامين وكل الحاجات اللي هي بتاعت التحفيز اللي في مخك بتتفرز فعلا، وانت بتحكي عن الحاجه اللي انت عايز تعملها كانك عملتها. فما تستغربش لما تيجي تقول لحد انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا، وبعدين تروح تحس ان انت مكسل ومش عايز تعمل حاجه. ده لان انت عقلك اقتنع ان هو عمل الحاجه دي فعلا. فما تقولش لحد انك عايز تعمل ايه، وخلي الحاجه دي في دماغك وما تقولهاش، وحققها في سكوات. الحاجه الثالثه وهي ان احنا لازم نقرا. مهما احنا بنشوف القراءة دي حاجة مملة، وان احنا طبعا كجيلنا اتعود على فكرة ان هو بيحصل على المعلومات بطريقة سريعة، سواء في السكرولينج او كل حاجة تانية. فالقراءة يا جماعة مهما قعدنا نقول قد ايه مهمة، انتوا مش هتفهموا يعني ايه ان انتوا تاخدوا معلومة على الجاهز، بتاخد خبرة شخص هو عانى كتير جدا عشان يوصل للمعلومة اللي هو يكتبها لك في الكتاب ده. فبيوفر عليك رحلة طويلة ورحلة شاقة من الخبرة انت بتكتسبها وانت قاعد حرفيا. فلازم نقرأ، لان العادة دي عمرها ما كانت تضيع وقت ابدا. الحاجة الرابعة وهي ان انت لازم يكون ليكي وقتك الخاص، لازم يكون ليكي وقت اللي انت بتقضيه مع نفسك وبتفصلي فيه عن العالم كله. الوقت اللي انت بتشربي فيها حاجة سخنة، حاجة دافية، وانت قاعدة على سريرك وعقلك صافي وفاضي. الوقت اللي انت بتعملي فيه سكين كير وانت حاسة بسلام نفسي. الوقت ده عمره ما كان بيضيع هدر. الوقت ده على قد ما هو حاجة بسيطة جدا، بس هو بيخليكي قادرة ان انت تكملي، لان انت بتفصلي عن العالم كله. لان التراكمات هتخلي الانسان طول الوقت حاسس ان هو مخنوق. فلازم اول باول يبقى لينا على الاقل ساعة دي احنا بنقفل عليها باب اوضتنا، وبنعمل كل الحاجات اللي بتهدي اعصابنا عشان نقدر ان احنا نكمل في الدنيا اللي هي بقت صعبة. وكلنا عارفين ان الدنيا ما بقتش سهلة، فاحنا لازم نفصل عن كل الضغوطات دي بساعة واحدة نحطها لنفسنا. الحاجة الخامسة والأخيرة ان احنا لازم يكون عندنا روتين يومي. الروتين اليومي هيخلينا يا جماعة منظمين، هيخلينا مش صاحيين كل يوم بنفكر احنا المفروض نعمل ايه النهاردة. مثلا انا متعودة اروح الشغل من 9 ل5، برجع من 5 ل6 بحضر وجباتي، من 7 ل8 انا مثلا في الجيم، من كذا لكذا انا بعمل كذا. اول اسبوع بيبقى صعب ان احنا فجأة بقينا بنعمل الحاجات دي كلها، بس بعدين هيخلينا بقينا شبه الالكترونيك. يعني احنا بنعمل كل اللي احنا عايزينه تلقائيا. بقيت بتصحى انت عارف هتعمل ايه، عارف الساعة كام، انت عندك ايه، انت ما بتضيعش يومك هدر، انت عامل روتين. فعلا الروتين عمره ما كان بيروح هدر. احنا مثلا الناس اللي بتتعلم السواقة في الاول بتبقى ماسكة الدريكسيون وقاعدة وخايفة وكده، بعد فترة بقيت خلاص عارف تلقائيا انت بتعمل ايه. فانت نفس الموضوع لما بتعمل روتين ليومك وبتمشي عليه، عقلك تلقائيا بيتعود ان هو صاحي بيعمل كذا ساعة كذا، بيعمل كذا الساعة كذا. فنحاول ننظم يومنا اكتر، نكتب اهدافنا، نعرف احنا عايزين نعمل ايه والساعة كام وبيخلص الساعة كام، والمهمة اللي بعدها اللي احنا عايزين نعملها الساعة كام، عشان ده يخلينا كل يوم صاحيين احنا عارفين ايه اللي هنعمله اليوم اللي بعده. وبس كده، بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ومقولة النهاردة هي متنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملي كومنت وتعملي لايك، وباي باي.